حاجه وما كملتش. تعال احكي لك قصه عن عازف فرنسي. العازف ده كان داخل مسابقه عالميه كده للعزف، فالمهم هو كان متدرب عليها جدا 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 كويس خالص، وفجاه وهو بيعزف الاوتار بتاعه الجيتار بتاعه كلها باظت، ما كانش فاضل غير وتر واحد بس مع ذلك العازف ده كان بيكمل يعزف الحاجه اللي هو اتدرب عليها، يخلص خالص الجزء اللي هو كان عايز يعزفه ده. فانا عايزه اقول لك من القصه دي، لو كان فينا حد مكانه كان ممكن يقول ايه ده، كل الاوتار باظت، طب ازاي هكمل، طب ازاي. انا اول واحده كان ممكن اقول ايه ده، طب ازاي انا اكمل في الحاجه دي. بس العازف ده فضل مكمل للاخر لحد ما خلص الحته اللي هو كان متدرب عليها او الجزء اللي كان متدرب عليه. فانا عايزه اقوله لك، لو انت بتسعى لهدف معين بلاش تيجي في النص وتقول خلاص انا مش هكمل، انا مشيت سكه طويله وخلاص مش شايف نتيجه. بس ممكن انت تكون شايف انه يعني انت مش شايف نتيجه للحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي، لكن لو كملت للنهايه اكيد هتشوف نتيجه. فبلاش تيجي في النص وتقول خلاص انا تعبت ومش هكمل. فكمل حتى لو انت مضغوط، حتى لو انت حاسس ان انت مش شايف نتيجه للحاجه بتاعتك دي، بس اكيد ربنا مجهز لك حاجه تستاهل تعبك ومجهودك. العازف ده بقى اشهر عازف فرنسي موجود او كان موجود في الوقت بتاعه بسبب الجزء اللي هو عمله او الحاجه اللي هو عملها في المسابقه دي. فكمل وعافر حتى لو انت تعبان وحتى لو انت شايف انه مفيش امل، بس ربنا هيكرمك في الاخر.